السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم حبايب قلبي معايا في وصفة جديدة من وصفات منى. النهاردة هنعمل الاكلة الجميلة دي اللي اكتر البيوت بتحبها جدا وما بتخلاش من اي عزومات ولازم تبقى اساسي معانا. هنعمل رز بالشعرية والفراخ دي الملوخية عشان يطلع لونها حلو كده معاكي. هقولك تعملي ايه وازاي تظبطي القوام بتاعها، وهقولك على تكايه فيها هتخلي الطعم روعه. تعالوا يلا نبدا وصفتنا. جبت الفراخ بتاعتي وصلتها كويس تحت الحنفيه وعصرت عليها ليمونه بالشكل ده، وحطيت معلقتين دقيق كبار ومعلقه ملح كبيره، وهدعك كل ده مع بعضه، وهدعك الفراخ كويس جدا بايدي كده علشان لو فيها اي زفارة او اي حاجة تطلع منها. بس كده، وهنزل عليها بالمية اغطيها واسيبها على جنب شوية لحد ما تنزل اي حاجة فيها. وهجيب حلة على النار وهحط فيها بصلتين صغيرين وورق لوري وطماطمايه وحبهان، ولما المية تغلي معايا هشطف الفراخ كويس جدا وهنزل بيها في الحلة بتاعتي بالشكل ده. بس كده هتبدأ تغلي معايا وهتطلع ريم كده على الوش. هنشيل الريم ده كله علشان الشوربة تبقى رايقة معايا. واول حاجة تبدأي بيها في الاكل هي الشوربة، عشان هي اللي هنعمل بيها باقي الوصفات بعد كده. بصوا الشوربة رايقة ازاي والفراخ استوت معايا ولونها جميل جدا. بس كده دي جاهزة معايا، وحطيت الملح والفلفل الاسمر بتاعها. نيجي بقى نعمل رز بالشعرية. خدت ميكس من الزيت، معلقة زيت على نص معلقة سمنة، ونزلت بالشعرية عشان احمرها واديها لون كويس بالشكل ده. اتحمرت معايا وصلت للدرجة دي ما نغمقهاش. هنزل بيها بالرز بتاعي كوبايتين او 3 على حسب ما انتي عايزة. وهقولك الرز ده بالذات بقى مع الملوخية يطلع طعمه حلو قوي ازاي. هقلبهم كده كويس واشوحهم مع بعض عشان يطلع مفلفل معايا. بس كده هعمل ايه بقى؟ مش هحط ميه، هحط شوربه من اللي انا عملتها. هاخد معيار الرز بتاعي كويس جدا، يعني كوبايتين ميه على قد كوبايتين رز، والشعريه ممكن نحط لها حبه ميه صغيره هتبقى حلوه جدا، وملح والفلفل الاسمر. وهسيبه على النار يغلي شويه لحد ما يتشرب، وهغطيه وكده يبقى جاهز معايا. هنيجي بقى نعمل الملوخيه. اخدت حبه شوربه ونزلت عليهم بفصين توم، حبه شوربه صغيرين يجي ربع الحله كده عشان نظبط القوام بتاعها. وحطيت كزبره ناشفه، وحطيت دي الطماطمايه اللي كانت في الشوربه، انا اخدتها من الشوربه وشلت القشره بتاعتها، وهاخد منها حته صغيره خالص وهقطعها مكعبات لا تذكر، يعني مش باينه بالشكل ده، وهسيبها تغلي على النار. نيجي بقى الملوخيه، احنا غسلناها كويس جدا. غسلناها ازاي؟ حطيناها في حاجه مليانه ميه ونشيلها ونحطها في حاجه تاني ونغير الميه لحد ما ينزل التراب اللي فيها وكل حاجه مش كويسه. بس كده بقت جاهزه معايا. هحطها في الكبه، ودي اسرع طريقه ممكن تعملي بيها الملوخيه بدل ما تقعد تنشف وتغلبنا. لا، احنا نعملها في الكبه وبجد بيطلع طعمها حلو جدا. وضربتها بحبه ميه علشان تمشي في الكبه، مش شوربه خالص، مش ميه سخنه عشان ما تسودش معاكي، لا هي كده تبقى حلوه قوي. بصي بقت معايا بالقوام ده. جبت الطماطميه، بقت طماطميه نزلت عليها بالجزء التاني من الملوخيه. بصوا بقى التركية دي، انا حطيت قرن فلفل اخضر وهضرب ده كله مع بعض كده في الكبة. بجد بجد بتديها طعم حلو جدا، ولا الطماطم هتبان ولا الفلفل هيبان ولا اي حاجة، بس هيديكي طعم وريحة
تحفة بجد يعني. المية غلت معايا طبعا. الشوربة انا اخدت نصها ونزلت بقى بالملوخية وقلبتها كده بالشكل ده. هقلبها كده بالتويست بتاعي كويس جدا، عمرها ما هتكلكع معاكي ولا اي حاجة. طيب وهعمل ايه؟ باقي الشوربة اللي انا اخدتها هنزل بيها واحدة واحدة لحد ما اظبط القوام. انتي لسه مش عارفة تظبطي القوام ازاي، اعملي الحركة دي هتطلع معاكي مظبوطة جدا. شوفي بقى انتي مثلا بالمعلقة هي كده مظبوطة معاكي ولا لسه عايزة تاني، على حسب ما انتي بتحبيها. في ناس بتحبها تقيلة وفي ناس بتحبها خفيفة. احنا بصراحة بنحبها تقيلة لان في ناس بتحب تاكلها جدا بالعيش مش بالرز، فانا حبيت اعملها كده قدامكم وابينلك دي كده تطلع ازاي ودي تطلع ازاي، وهتبقى معايا بالشكل ده. هحطها على نار هادية جدا لحد ما اعمل الطشة بتاعتها. حطيت زيت وسمنة مش كتير، وحطيت معلقتين توم كبار مفرومين، هخليهم يعني يدوب يقولوا ان هم هياخدوا لون، وهنزل عليهم. بصوا هنزل عليهم بمعلقتين كزبرة ناشفة. نعمل التوم الاول نشوحه لحد ما يقول ان هو ياخد لون، يدوب هيصفر مش يحمر، يصفر بس علشان ما يمررش معايا. وهنزل بمعلقتين الكزبرة الناشفة بالشكل ده، وعلى طول هقلب هقلب. طبعا الملوخية يا دوب هتغلي من الجناب، مش تغلي يا دوب بس هتغلي من الجناب. هنزل عليها بالطشة بتاعتي بالشكل ده، وكده الملوخية جاهزة معايا، وهتبقى لونها اخضر زي ما هي، مش هتسود معايا ابدا. حتى لو قعدت لتاني يوم بجد والله انا بعملها لتاني يوم بتفضل بنفس الشكل ده وبنفس اللون. بس خدت قوام حلو معايا وتحفة جدا، وريحتها ما اقولكيش يعني بجد تحفه. بس كده انا طبعا ما غطيتهاش، انا يعني هغطي نص غطا، لو غطيتيها هتسقط منك، فهي كده هتبقى حلوه جدا. اعملي الغطا يا دوب نص غطا كده بس كده. ورصيت الاكل بالشكل ده، والملوخيه اهي معايا، والفراخ حمرتها واخده لون حلو جدا معايا، والشوربه رايقه بجد، ريحتها تحفه تحفه بجد. مش قادره اقولك الملوخيه كانت قلب الدنيا قد ايه، والشوربه بتاعتي نضيفه جدا ما فيهاش اي حاجه. بصي واخده لون حلو زي. بس كده دي كانت وصفتي النهارده، يا رب تعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.